يا مساء الأنوار على أغلى الناس في قلبي، يا أهلي وعيلتي الكبيرة في مملكة شغف. وحشتوني وحشتني لمتنا اللي بتدفي الروح. النهاردة أنا مش جاية أحكي، أنا جاية أسرقكم من الدوشة، من الزحمة، ومن كل حاجة شاغلة بالكم. سيبوا اللي في إيديكم وانسوا الدنيا شوية، وتعالوا نغطس في عالم تاني خالص، عالم مفيش فيه غير الحقيقة المجردة. استعدوا علشان الحكاية دي مراية لكل واحد فينا، والكلمة اللي جاية هي أول خطوة في مشوار مش هتنسوه. وكالعادة يا سادة، قبل ما نبدأ، نصيحتي ليك النهاردة وبكرة وكل يوم، دايما بنبص للنص الفاضي من الكوباية، وبنسمع صوت مخاوفنا أعلى من صوت إيماننا. بنقول الدنيا بقت صعبة ومفيش فايدة، بس اللي بيقول كده نسي إن اللي بيدير الكون ده هو اللطيف الخبير. ربنا بيقول في الحديث القدسي اللي يطمن أي قلب خايف: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. يعني انت اللي بتحدد قدر كرم ربنا ليك بظنك فيه. لو ظنيت فيه خير هتلاقي خير، ولو قلقت هتفضل طول عمرك عايش في قلقك. ربنا بيقول في القرآن: بسم الله الرحمن الرحيم: ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. صدق الله العظيم. اليأس مش من صفاتنا، احنا أمة الحمد لله وأمة لعله خير. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعجبه الفأل، يعني كان دايما متفائل ومستبشر حتى في عز الأزمات. ربنا اللي نجى يونس من بطن الحوت وشق البحر لموسى مش هيعجز إنه يفتح لك الأبواب اللي اتقفلت في وشك. ربنا بيقول: فإن مع العسر يسرا. مع دي بتعرفك إن الحل والفرج ماشيين جنبك في نفس الطريق. ويلا بينا النهاردة نغير نضارة التشاؤم ونلبس نضارة اليقين، ونعرف إن اللي جاي أحلى طول ما في ربنا. ويلا بينا نسمي الله ونشوف حكايتنا بتتكلم عن إيه النهاردة. في مالها ليلي، بدر دخل بهيبته لجوه وهو ماسك شنطة، وقرب من مجموعة من الرجالة قاعد على ترابيزة، وقعد بكل ثبات لوحده وقال: غريبة يعني النهاردة الزباين عندك قليلة على غير العادة. ايه، فكرت تتوب؟ فلا الله ولا فالك، انا بس بحب اقللهم في اليوم اللي هتيجي تستلم مني البضاعة علشان ما نتكشفش ولا حاجة. طب يلا عشان مستعجل، جهزت البضاعة؟ الفلوس معايا اهي وتقدر تعدها بنفسك. سيبك من البضاعة والفلوس دلوقتي، شايفك يعني جاي لوحدك من غير رجالتك. يا ترى دي ثقة فينا ولا ثقة في نفسك؟ انا مبثقش في حد طول عمري في شغلنا، حتى لو امي وابويا ذات نفسهم، بس لو فكرت تلعب بديلك وتغدر بيا انا كفيلة اسد لوحدي معاك. حامد قام فجأة وقال بغضب: طب كده ورينا مهارتك يا رجولة. هجوم يا رجالة، مش عايزه يطلع من هنا سليم وما يخرجش بالشنطة ولا بالبضاعة. بدر اتفاجئ بالرجالة اللي هجموا عليه، والضرب ابتدى في كل حتة، لكن بسرعة حدف الشنطة ناحيتهم واستخبى ورا الكراسي، وفضلوا يتبادلوا الطلقات. ورغم انه كان لوحده لكن قدر يصيب حامد طلقة، وهنا استغل لهفة الرجالة عليه وطلع على بره بسرعة يهرب، لانه عارف انهم هيخافوا يطلعوا وراه في الزحمة. لكنه اتفاجئ بألم فظيع في ظهره، ولما حط ايده ورا اكتشف انه اتصاب بطلقة وما كانش واخد باله. فعيونه بدأت تزغلل وكان هيقع لولا ايد لحقته. دليدة قالت بقلق: انت كويس؟ يا نهار ابيض، ايه الدم ده؟ بتنزف، لازم تروح المستشفى حالا. لا اياكي، اسمعيني، انا ممكن اديكي فلوس كتير. خدي الساعة اللي انا لابسها دي غالية جدا، بس ساعديني وما تودينيش المستشفى. خدي تليفوني من جيبي واتصلي برقم اسمه شريف الدمنهوري وهو هيتصرف. دليدة عيونها وسعت بصدمة لما لقيته فجأة وقع في الأرض وأغمى عليه، وبصت حواليها بقلق وتوتر، معرفتش تعمل ايه. بدر فتح عيونه بألم وبص حواليه بتعجب وقال: أنا فين؟ شريف قرب منه وقال بابتسامة: حمد لله على سلامتك يا بدر، ما تقلقش، عرفت اتصرف وجبت لك الدكتور اللي تبعنا وجت سليمة. مش حذرتك بلاش تروح لحامد لوحدك عشان ده ملهوش أمان؟ لكن الحمد لله إنها جت على قد كده. وانت يعني شايفني عيل علشان أخاف منه؟ طب دي كان لوحده هو والرجالة بتوعه وما قدروش عليا برضه، بس برضه مش هسيب حقي. خلاص بقى يا بدر، كويس إنها جت سليمة المرة دي، وأنا قلت للبص وهو يتصرف. بدر بصله شوية وقال هو بيفتكر: هو أنا إيه اللي جابني هنا؟ وعرفت توصلي إزاي أصلا؟ أيوة افتكرت، البنت اللي شفتها. أيوة، ما هي اللي دلتني عليك فعلا، اتفاجئت بيها بتتصل من تليفونك عليا وقالت لي إنك مضروب بالرصاص وتعبان، وقلت لها ما تودكش المستشفى. الحمد لله إنها عملت كده فعلا. ما عملتش كده ببلاش أكيد، مفيش حد بيعمل حاجة الأيام دي بدون مقابل. أنا اللي قلت لها خدي الساعة اللي في إيدي وإنها غالية، وطالما مش في إيدي يبقى خدتها. بس الساعة بتاعتك موجودة أهي جنبك، هي وكل حاجتك. الدكتور لما جه علشان يخرج الرصاصة كان لازم يشيل كل ده، بس مفيش أي حاجة ناقصة، حتى تليفونك. دي حتى لما كانت واقفة جنبك حاولت إنها توقف لك الدم،
والدكتور اللي كشف عليك قال إنها لولا عملت كده كان ممكن بعد الشر تروح فيها. بدر بصله بصدمة في اللحظة دي واتفاجئ من كلامه وحس بالاستغراب في قلب تردد. وهي فين دلوقتي؟ ما يمكن استنتني أصحى وبعد كده هتطلب مني حاجة. ما لحقتش أكلمها ولا أقول لها أي حاجة. هي أول ما اتأكدت إن أنا اللي كلمتني وصاحبك مشيت بعد كده وسابتني وقالت لي خلي بالك منه. بدر سرح شوية وهو بيحاول يفتكر ملامحها، وأول حاجة فعلا افتكرها لهفتها عليه ومساعدتها ليه في قلب شرود. بنت غريبة فعلا. بعد فترة قصيرة بدر أول ما صحته رجعت له شوية نزل الشغل من تاني علشان يثبت للكل إن مفيش حاجة قدرت تأثر عليه، لكن ما يعرفش ليه كان كل فترة والتانية يفتكر البنت اللي ساعدته المجهولة دي ونفسه يشوفها تاني. حتى حاول إنه يدور عليها لكنه ما كانش عارف أي حاجة عنها، علشان كده كان صعب يوصل لها تاني. وفي يوم كانوا في النايت بتاع حامد والبوس بتاعهم كان بيحاول يفض الاشتباك اللي بينهم. بدر كان قاعد بكل جبروت وثبات هو بينفخ دخان السيجارة بتاعته علشان يثبت لحامد ورجالته إنهم مش هيقدروا عليه. وابتسم قوي لما لاحظ قد إيه حامد متغاظ ومتعصب منه، لكن ما قدرش يعمل حاجة في حضور الكبير بتاعهم. شريف قرب منهم وهو ماسك الكاس في إيده وقال ما خلاص يا جماعة، بطلوا النظرات اللي عمالين تحدفوها لبعض دي. ما الكبير لسه جاي ومصالحكم كلكم على بعض، ما تصغروهوش بقى. والله أنا عن نفسي ما بقتش شايل أي حاجة جوايا ناحيته. هو ضربني وأنا ضربته والموضوع انتهى. اسمها علمت عليك في حضور رجالتك، تفرق كتير يا حامد. ونصيحة مني شوف بادي جارد غيرهم بدل ما هم طلعوا نفخة على الفاضي ومحدش منهم قدر يحميك، واديني علمت عليك وسطهم. حامد ضغط على ايديه بغضب شديد، لكن قبل ما يرد عليه ولا يعمل حاجة انتبهوا على صوت زعيق في الترابيزة اللي هناك، ومعظم اللي موجودين مهتموش إلا بدر. بدأ يدقق شوية ناحية البنت اللي بتتخانق ولقى نفسه بيقرب عليهم بهدوء. دليدة كانت بتحاول تبعد ايديها عنه وقالت بحدة قلت لك ابعد عني وسيب ايدي، انا هنا بشتغل جرسونة وبس، مش القرف اللي في دماغك. ما قدامك اهم حواليك بنات كتير لكن انا لأ. ما تبطلي يا بنت دور الشريفة اللي انت عايشة فيه ده. هو في واحدة برضو بتشتغل في مكان زي ده ومحترمة؟ قوليلي بس عايزة كام وانا هديك الفلوس اللي عايزاها وزيادة كمان. شكلك ما بتفهمش بالكلام ومش هتسيبني في حالي الا لما مد ايدي عليك واضربك. ده انت قليل الادب وما تربيتش صحيح. دليدة اتعصبت منه وضربته فعلا بالقلم، لكن حست بالتوتر والقلق لما اتعصب جامد وشدها ناحيته وقال ده انت يومك اسود بتمد ايدك عليا. اقسم بالله العظيم انا هوريكي دلوقتي انت غلطتي مع مين. فين المدير هنا يجي يشوف مشغل واحده بتضرب الزباين وتقل ادبها عليهم. دليدة حست بالخوف لما لقت معظم الباديجاردات قربوا منها، لكن في اللحظه دي بدر اتدخل ووقف قصادهم وهي كانت ورا ظهره. بدر طبطب على كتفه وقال خلاص معلش خليها عليك المره دي وعدي الموضوع. وانت مين؟ ايه زبون جديد ولا المحامي بتاعها؟ ولا تكونش انت اللي مشغلها اصلا؟ خلاص قولي بتأجرها بكام وانا مش هنساك في البقشيش. اصلها كده كده دخلت دماغي وانا مش هسيبها. بدر ابتسم ابتسامه غامضه ورمى السيجاره اللي في ايده وفي غمضه عين مسكه ونزل فيه ضرب بكل عنف وقوه. وقتها الرجاله الموجودين كانوا هيتدخلوا، لكن حامد شاور لهم وقال ارجع مكانك منك ليه، طالما الخناقه مش تبعنا مش عايزين مشاكل، وسيبوهم يتصرفوا مع بعض ملناش دعوه. كل واحد فعلا رجع مكانه، ودليدة كانت واقفه متفاجئه من اللي بيحصل وهي حاسه بالتوتر لحد ما بدر قدر يسيطر عليهم. فقربت منه وقالت انا بجد مش عارفه اشكر حضرتك ازاي. شكرا جدا، على الاقل ما عملتش زيهم انك مش شايفني ايه ده هو انت؟ بدر بص ناحيتها وهو بينهج، وهنا اتاكد انها نفس البنت اللي ساعدته، لان في الاول كان بيشبه عليها. فقالت هو انت مش فاكرني ولا ايه؟ انا البنت اللي ساعدتك بتاعت المره اللي فاتت لما كنت متصاب في ظهرك. بدر بلهجه بارده لا افتكرتك، بس ما كنتش عارف انك بتشتغلي هنا واحده من شله حامد اللي بيسرحهم. ما تحاسب على كلامك وما تعملش زيه. انا بشتغل هنا جرسونه عادي. ايه صعبان عليك تلاقي واحده شريفه هنا؟ وبعدين لما المكان وحش قوي كده وكله بيدخلوه وحشين، انتم كمان مش من ضمن الناس الوحشه؟ ولا الكلام بيجي على البنات وبس وكانكم مش جايين مخصوص علشانهم؟ شريف قرب منها وقال بحذر لا اهدي على نفسك، انت مش عارفه انت بتكلمي مين؟ ساعدتيه على عيننا وعلى راسنا، بس البيه مش متعود حد يغلط فيه ويعدي، ولا انا كمان بسمح لاي حد يغلط فيا وعدي، وكده خلاص بقينا خالصين. هو ساعدني وانا كمان، يعني مبقاش حد شايل جميل للتاني. دليدة قالت كلامها ومشيت، وشريف بص ناحية بدر باستغراب انه متعصبش واتخانق معاه زي العادة، بل بالعكس كان هادي تماما وظهرت على شفايفه ابتسامة غامضة. شريف قال مش يلا علشان نمشي يا بدر، وكفاية كده ما تنساش انك لسه تعبان. بدر ولع السيجارة وقال بهدوء لا روح انت، انا هستنى شوية. بعد ما عدى وقت بدر اتحرك علشان يمشي بعد ما الليل ابتدى يليل،
وتمشى شوية ناحية الجراج علشان يوصل لعربيته، لكن حس إن في حد بيمشي وراه، فوقف بص ملقاش حد، فاستغرب وكمل مشي، لكن حس بنفس الخطوات تاني، فبسرعة استخبى ورا عمود. وفي اللحظة دي قربت داليدا وهي بتبص حواليها بقلق وخوف، وظهر قدامها نفس الراجل اللي حاول يضايقها. داليدا قالت بخوف: هو في ايه؟ انت عايز مني ايه؟ ابعد عني ومالكش دعوة بيا. هو انت فاكرة يا روح امك بعد ما الراجل اللي ضربني بسببك هسيبك وعديها تبقي بتحلمي؟ اديكي دلوقتي لوحدك قدامي، وشوفي مين هيلحقك مني. وقبل ما يفكر يعمل حاجة كان طلع بدر ومسك ايديه اللي كانت فيها السلاح وضربه، لكن المرة دي فضل يتبادل الضرب معاه وضربه عند ظهره وهرب. بدر وقتها وقع في الأرض وهو بيتألم وما قدرش يقاوم أكتر من كده. بعد ما عدى وقت داليدا فتحت باب العربية ودخلت وهي بتقول بقلق: أنا جبت لك الحاجات دي من الصيدلية، لازم تغير على الجرح، شكله كمان كده اتفتح. أنا مش عارفة ليه بتنشف دماغك كل مرة وما بترضاش تروح المستشفى. بقولك إيه، لو مش عايزة تساعديني يبقى سيبي الحاجة وامشي، إنما أنا مش هروح مستشفيات ومش بحبها. الحيوان ده يقع بس في إيدي تاني وأنا أعرفه مقامه. طب خلاص اهدى وبطل تضغط على نفسك، انت مش ناقص. خلاص انا هغير لك على الجرح بنفسي وامر لله، ما هو اللي حصل برضو من ورا راسي. بدر بصلها بطرف عينه رغم تعبه وبدأ يفك زرار القميص، فاتوترت وقالت بسرعة: انت بتعمل ايه؟ انت اتجننت؟ بتقلع قدامي ليه؟ جرائية حلوة، امال هتغيري لي ازاي على الجرح اللي في ظهري؟ لازم اقلع علشان تعرفي. هو الجرح عند ظهرك؟ طب مش لازم تقلع على القميص كله يعني، اكشف بس الحتة اللي مكان الجرح مش اكتر. طب ما تقربي شويه، هو انت على طول الجرح وانت مكانك كده ازاي اصلا؟ داليدا بلعت ريقها بارتباك وخجل وقربت فعلا وبدات تنظف الجرح، وبدر حس بانفاسها اللي جت على رقبته بسبب قربها، وحس ان جسمه كله بدا يتاثر بيها وقلبه بدا يدق بسرعه، واحساس اول مره يحس بيه لدرجه انه ما كانش عايزها تبعد. فبص ناحيتها جامد وقال: هو انت اسمك ايه وعندك كام سنه؟ اسمي داليدا وعندي 20 سنه، بس بتسال ليه؟ اصل حسيت انك صغيره على المرمطه دي، وطلعت فعلا زي ما خمنت يا صغير. بس انا مش عيله صغيره، بالعكس انا كبيره وكبيره قوي كمان. طب ده حتى في بنات في نفس سني متجوزين ومخلفين، وانتي بقى عايزه تتجوزي وتخلفي يا صغنن؟ داليدا اتوترت بحرج فبعدت عنه وقالت باحراج: انا خلاص خلصت، وشكرا مره تانية على مساعدتك، انا ماشيه. داليدا فتحت الباب علشان تنزل، لكنها اتصدمت لما بدر شدها ناحيته جامد وبقت بين ايديه وبص في عيونها قوي: بالعكس انا اللي المفروض اشكرك تاني مره بتنقذي حياتي، فالمفروض تقولي لي ايه المقابل اللي عايزاه، لان انا ما بحبش اكون مديون لحد. داليدا ردت بارتباك وهي بتحاول تبعد: الموضوع مش محتاج، زي ما انت ساعدتني انا كمان ساعدتك، وخلاص انا مش بعمل خير لحد علشان اخد مقابل، المهم تاخد بالك من صحتك. بدر بص ناحيتها وهي بتنزل، وبعد فتره هو كمان روح لبيته، لكن فضل يفكر فيها طول الليل. وعدت فتره وهو كل يوم بيجي عند حامد النايت كلاب علشان يشوف داليدا هناك، ورغم ان ما كانش في بينهم كلام الا قليل، لكن عيونهم لبعض كانت بتوضح حاجات كتيره. داليدا كانت واقفه على البار وانتبهت على صوت البنات اللي جنبها وهما بيقولوا: هو اللي اسمه بدر ده كل شويه هيفضل يجي هنا؟ تفتكر انت يا داليدا بيجي علشان ايه ومين؟ وانا هعرف منين؟ ومالي وماله اصلا؟ زيه زي اي زبون، ربنا يتوب علينا من القرف ده. شوفوا شغلكم بقى عشان مش ناقصين مشاكل. اتحركوا من جنبها بالفعل، وبعد شويه اتفاجئت بدر اللي قرب علشان يقعد قصادها وبصلها وقال: ممكن كاس من ايدك الحلوه دي يا داليدا؟ اصل من ايدك بيكون ليه طعم تاني خالص. اهو كله زفت وقرف وملهوش اي طعم ولا لون، ومش فاهمه بتحبوه على ايه، كفايه انه بيدمر الصحه. وانتي خايفه بقى على صحتي يا داليدا؟ ها، انا بتكلم يعني عشان دي امانه ربنا مديها لك وهتتحاسب عليها، فالمفروض تحافظ على صحتك عشان دي اهم حاجه في الحياه. طب ما بتحافظيش انتي كمان على نفسك ليه وتبطلي تشتغلي في مكان زي ده؟ مش عارفه، هما اللي بيسالوا الاسئله دي ما بيفكروش بينهم وبين نفسهم، إذا كان هم ذات نفسهم مش عاجبهم اللي أنا فيه يبقى أنا هيعجبني، بس اللي رماك على المر بقى. بدر سكت شوية وولع السيجارة وقال: هو أنتي مالكيش أهل يصرفوا عليكي؟ ولا حتى خطيب، حبيب، زوج كده يعني؟ أصل غريبة بنت زي القمر زيك وما تكونش مرتبطة لحد دلوقتي وتشوف أي واحد يرحمها من الشقة ده. أكتر اللي بيقربوا مني ما بيكونوش رجالة يعتمد عليهم، وطالما مش هيكون راجل بجد فما يلزمنيش وهيشقيني أكتر بدل ما يريحني. بدر نفخ دخان السيجاره في وشها وقال بابتسامه عريضه: الحلوين اللي زيك لازمهم فعلا رجاله بجد يقدروهم ويستاهلوهم. قوليلي، هو في حد لسه بيضايقك هنا تاني؟ عرفيني على طول وانا اتصرف زي ما عملت المره اللي فاتت. لا مفيش حد بيضايقني، بس انا بشتغل هنا من فتره وانت مش صاحب المكان، يبقى ازاي من كلمه بيسمعوا لك قوي كده؟ اصل احنا اصحاب انا وحامد من زمان، ما تاخديش في بالك، اهم حاجه انك بخير وكويسه.
داليدا بصت له شوية وتوترت، فاتحركت علشان تشوف شغلها وهي بتحاول تتفادى نظراته اللي كانت حاسة بيها. وفي اللحظة دي راجل من رجالة حامد كان متابع اللي بيحصل وابتسم قوي وقال في سره: ده كده حلوت قوي، الباشا لو عارف هيلاقيها فرصة ما تتعوضش. أخيرا لقينا لك نقطة ضعف يا بدر. بدر كان قاعد في الفيلا بتاعته وهو بيتمم على البضاعة قبل ما تطلع، واستغرب لما لقى تليفونه بيرن برقم حامد، فرد وقال ببرود: اخلص واتكلم على طول عشان مش فاضيلك. عايز ايه؟ وايه اللي فكرك بيا من تاني؟ انا عمري ما نسيتك ولا نسيت اللي عملته، بس احب اعرفك انك خلاص كلها دقايق وهتكون رقبتك تحت رجلي، زي ما انا دلوقتي حاجز حبيبة القلب عندي. حبيبة القلب مين وايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ ما تخلص، عايز ايه بدل ما اقفل السكة في وشك؟ ده ليه ده؟ البت اللي بتشتغل عندي. هو انت فاكرني مش واخد بالي انك كل شوية تنط لها وحذرت اي حد من رجالتي يقرب منها؟ مش محتاجة يعني ذكاء، اكيد في بينكم حاجة وعرفت اوصل اخيرا لنقطة ضعفك. بدر في اللحظة دي اتصدم من كلامه وحس بقلبه اللي وجعه، فقال بغضب شديد: انت بتقول ايه؟ انت اتجننت؟ قسما بالله العظيم يا حامد لو فكرت تقرب منها ولا تعمل لها حاجة هتدفع التمن، وانا هدفعك التمن غالي على الغلطة دي. بعد ما عدى وقت بدر كان وصل مخزن حامد اللي كان خاطب فيه دليدة، وقرب منه ومسكه من رقبته وقال بغضب: انت تعديت حدودك معايا كتير، خرجها بره لعبتنا، يا ملهاش دعوة اصلا بأي حاجة، وانت اللي فهمت غلط. وهي لو ما كانتش تهمك ما كنتش جيت على طول على ملا وشك ومتعصب قوي كده. حبيتها ولا ايه؟ بس هي حلوة برضه وفرسة وجميلة وتستاهل بنت اللذينة. بدر اتجنن من كلامه ومسكه ونزل فيه ضرب، وقبل ما يقرب الرجالة وتحصل المعركة كان شريف بعدهم عن بعض هو والبص، وأمرهم يبعدوا عن بعض ويبطلوا مشاكل كل شوية. بدر وقتها اتحرك على طول وشال دليدة اللي كان مغمى عليها وخرج بيها لبره. دليدة فتحت عيونها بنوم واتحركت وهي ماسكة دماغها، لكنها اتصدمت لما بصت حواليها بقلق وقالت بخوف: ايه ده؟ انا فين وايه المكان ده؟ انا اخر حاجة فاكراها ان في حد خطفني. يا نهار اسود، هم عملوا فيا ايه؟ بدر دخل في الوقت ده وهو ماسك شنط في ايده وقال: اخيرا صحيتي، تعالي بقى علشان ناكل، انا جبتلك كباب وكفته معايا، اكيد بتحبيهم. دليدة اتصدمت لما شافته قدامها واتفاجئت بيه خرج وسابها، فقامت وراه متعصبه وقالت: هو انت اللي خطفتني ولا ايه؟ انا قلت من الاول ان وراك حاجه، بقى دي اخرتها واخره المعروف اللي كنت بعمله فيك. اتفضل مشيني من هنا، انت سامعني ولا اترشيت؟ بدر مسك ايديها وشدها ناحيته جامد وقال: قلة ادب مش عاوز، انا انقذتك من اللي خطفوكي، مش انا اللي خطفتك، وبعدين هعمل كده ليه؟ ما انتي قدامي 24 ساعة واي حاجة عايزها هعرف اطولها براحتي، وهم مين دول اللي خطفوني اصلا؟ وعملوا كده ليه؟ للأسف الموضوع بسببي، في ناس كده في بيني وبينهم طار قديم، ولما شافوني معاكي كذا مرة فكروا بينا حاجة وخدوكي نقطة ضعف ليا، بس انا الحمد لله لحقتك في الوقت المناسب. طب خلاص، لو زي ما بتقولي يبقى ما ينفعش انا وانت نفضل في مكان واحد، واتفضل بقى سيبني وامشي. شكلك ما فهمتيش كلامي برضو، انا لو سبتك هيمسكوكي تاني ومش هيصدقوني مهما اقول ما فيش بينا حاجة، وانا مش هقدر اسيبك تتأذي بسببي، وقتها مش هسامح نفسي طول عمري. نعم، يعني انا هفضل هنا ولا ايه؟ وهفضل بصفتي ان شاء الله؟ ممكن نخليها بصفتك مراتي مثلا. ايوه يا دليدة، انا عايزة اتجوزك. عايز ايه؟ انت بتقول ايه؟ هو انا اعرفك ولا انت تعرفني كمان علشان نتجوز؟ ما هو انا لازم اتجوزك علشان احميكي، يا الا راسك الحلوة دي هتنفصل عن جسمك قريب، لان الناس اللي ليهم عندي طار ما بيتعاملوش الا بالدم. دليدة بلعت ريقها بارتباك وقالت: هو انت بتخوفني يعني ولا ايه؟ انا مبخافش على فكرة. بدر ابتسم وهو بيبعد عنها وراح قعد على السفرة وبدأ ياكل وقال: ما انا عارف انك جامدة، سيبك بقى من الكلام ده دلوقتي وتعالي علشان ناكل. وقوليلي، تحبي نعمل فرح هنا في الفيلا ولا في قاعة؟ ولا مالكيش في الافراح خالص؟ والشبكة والفستان تحبي شكلهم ايه؟ هو ايه الاستفزاز اللي انت فيه ده؟ انا ما وافقتش على فكرة لسه. بدر بص ناحيتها وقلب مكر، يعني معنى كده هتوافقي بس بتفكري لسه؟ تمام، قدامك لحد اخر الشهر، بس مش هقدر برضو اسيبك تخرجي من هنا عشان ما تتأذيش، وما تقلقيش احنا مش لوحدنا، في خدم وناس رايحة جاية كتير. دليدة سكتت بتوتر وارتباك وما كانتش قادرة تتكلم، لكنها ما كانتش عارفة تعمل ايه، وفي وسط ما هي سرحانة فاقت على ايده اللي بتشدها علشان تقعد معاه وقال: تعالي الاول كلي وبلاش تفكري على معدة فاضية، وانا هديكي الوقت اللي انت عايزاه ومش مستعجل على حاجة. بعد مرور ايام دليدة كانت واقفة قدام المراية وهي بتمسح شعرها ولابسة هدوم البيت، وسمعت الباب بيخبط فقالت: فاطمة. بدر دخل على طول من غير ما تقوله يدخل، لكن وقف قدامها متنح لما شافها بلبس البيت اللي كان شكله يسحر عليها، وكان واضح انها لسه واخده شاور
فبان جمالها الطبيعي. دليدة اتصدمت وقالت بتوتر: بدر، هو انت؟ انا فكرت فاطمة الخدامة علشان من شوية كانت هنا. هو انت دخلت على طول ليه؟ بدر قرب منها وعيونه كلها عليها وقال: هو مش انتي اللي قلتيلي ادخل برضو؟ عشان ما كنتش عارفة ان انت اللي على الباب. ممكن تتفضل تطلع بره لحد ما اغير هدومي، علشان ما ينفعش تشوفني بالمنظر ده. ولا انت خلاص علشان فكرتني وافقت افضل هنا، فاي حاجة عايز تعملها معايا براحتك؟ بدر قرب منها جامد وهي فضلت ترجع لورا لحد ما وقعت على الكنبة اللي وراها، وهو حط الشنط اللي في ايده جنبها وقعد لمستواها تحت رجلها. مسح على شعرها بحنان وقال: انا مش جايبك هنا علشان تخافي مني، بالعكس انا جايبك هنا علشان احميكي، فما ينفعش اشوف نظرة الخوف دي في عيونك. وبعدين خلاص، كلها ايام وهكون جوزك، فلازم يكون بينا ثقة. طب انت كنت عايز ايه دلوقتي؟ كنت جايب لك حاجات عاوز اخد رايك فيها، زي الفستان ده، ولو في اي حاجة محتاجاها علشان فرحنا اللي قرب اطلبيها مني على طول وهتكون عندك. انا مش عايز يكون نفسك في حاجة وما تكونش عندك. بدر، هو انت بتعمل كل ده ليه معايا؟ شفقة يعني بعد ما عرفت ان انا ماليش اهل؟ ولا الغرض تاني هعرفه قدام واتصدم فيك بعدها؟ تعرفي ان انا متأكد ان مفيش حاجة اسمها صدفة، وربنا كان قاصد يرتب لنا الترتيبات دي، زي ما قصد يحط حبك في قلبي علشان اتعلق بيكي من اول نظرة شفتك فيها. انت بتقول ايه؟ هو انت شايفني قدامك عيلة صغيرة تضحك عليا بكلمتين؟ مين دي اللي بتحبها ولحقت امتى؟ هو انت مش واخدة بالك من كل حاجة بعملها معاكي، وان سايبك تتعدي حدودك؟ وكل ده ليه؟ علشان قلبي حبك يا دليدة. وعلى فكرة انا عايزة اتجوزك علشان تفضلي جنبي، مش علشان عايزة احميكي ولا حاجة. دليدة قامت وقفت وقالت بقلق: لا، الظاهر ان انا غلطت لما جيت هنا. انت اكيد بتضحك عليا وفي نيتك حاجة تانية. بدر مسك ايديها بحدة وقال: هو انت ليه بتفكري فيا كده؟ ما انت قدامي، ولو كنت اقدر اعمل حاجة كنت عملته، مش هتمنعيني. لكن انا مش عارف ازاي حصل، بس اتعلقت بيكي وحبيتك. حبيتك بجد يا دليدة، ومش هقدر اخليكي تبعدي عني. دليدة سكتت شوية وهي بتفكر في كل تصرفاته معاها اللي كان دايما بينقذها وعمره ما اذاها، فردت وقالت: هو يمكن فعلا ما اذتنيش لحد دلوقتي، بس انا برضو معرفش عنك حاجة علشان اثق فيك قوي كده. اي حاجة هتحتاجيها وتعوزيها هتكون عندك، بس علشان خاطري ما تسيبنيش. انا اول مرة في حياتي احب واتعلق كده بحد. هو انت بتشتغل ايه؟ وفي حاجات كتير غريبة بحسها ناحيتك ومش عارفة مبرر ليها. انت غامض قوي بصراحة. بدر سكت شوية وقال: كل حاجة هتعرفيها في اوانها، بس خليكي واثقة فيا يا دليدة ان انا ما حبيتش ولا احب غيرك. حتى لو عايزاني امشي من هنا واسيبلك الفيلا كلها ليكي علشان تطمني هعمل كده، بس ما تبعديش. دليدة سكتت وهي مش عارفة ترد عليه، لكن الغريبة انها ما كانتش حاسة بالخوف ناحيته، بالعكس جواها احساس بالامان غريب كل ما يكون جنبها وقريب منها. في مطعم، دليدة كانت قاعدة وهي متوترة ومكسوفة من نظرات بدر ليها اللي محوطاها من كل ناحية، فوقفت أكل فقال لها باهتمام: وقفت أكل ليه؟ لو الأكل مش عاجبك قوليلي وأنا أغيره، ولا حتى نغير المطعم كله لو مش مرتاحة. دليدة بصت له شوية وقالت بخجل: هو معقول اللي بيحصل لي ده؟ أنا حاسة نفسي دعكت فانوس وطلع لي المارد اللي بيحقق الأمنيات. بدر، انت لو صدمتني فيك في الآخر أنا هزعل قوي وهتوجع كمان. بعد الشر عليكي من الوجع يا حبيبتي. صدقيني يا دليدة أنا مفيش أي حاجة وحشة في نيتي ناحيتك، أنا بحبك بجد وعايزك جنبي. دليدة اتكسفت فقالت وهي بتقوم بإحراج: طب أنا هروح الحمام شوية وارجع. طب هاجي معاكي، استناكي بره علشان محدش يضايقك. إيه يا بدر، أنا مش عيلة صغيرة، سيبني على راحتي، هروح على طول، أكيد يعني مفيش حد هيضايقني وأنت معايا. بدر هز راسه بهدوء رغم إنه ما كانش راضي، لكن سابها على راحتها، لأن لحد دلوقتي لسه ما قالهاش على نوعية شغله والخطر اللي حواليه طول الوقت. دليدة بعد ما غسلت ايديها كانت خارجة خلاص، لكنها اتفاجئت باللي بيزقها جوه وقفل الباب، فكانت هتصرخ لكنه طلع البطاقة بتاعته وقال: اهدي وما تخافيش، انا الظابط رائد وكنت عايزك في كلمتين مهمين بخصوص بدر اللي انت كنتي قاعدة معاه. ولما انت ظابط ايه اللي خلاك تدخل عليا بالشكل ده؟ وعايز ايه مني؟ كان لازم اوصلك بالشكل ده عشان تاجر المخدرات اللي انت سهرانة معاه بره ما يعرفش عن الكلام اللي هقولهولك حاجة. ايه مالك مصدومة كده ليه؟ هو ما قالكيش انه بيتاجر في المخدرات وياما دمر شباب كتير، واولهم اخوك اللي مات وهو عنده 17 سنة بسبب جرعة زيادة؟ دليدة اتصدمت من كلامه اللي خلاها تتجمد مكانها، لان فعلا كان ليها اخ وحيد كل حياتها ومات بسبب المخدرات واتحرمت منه وبقت لوحدها. لكن عقلها رفض يصدق ان بدر ممكن يكون السبب، لانها حبته بجد هي كمان. لا، انت اكيد بتهزر، بدر مستحيل يعمل كده. لا، انا اكيد ما اتخدعتش فيه واتصدمت للدرجه دي. انت بتكذب عليا صح؟ للاسف هي دي الحقيقه اللي لازم تصدقيها. وبعدين عايزه تفهميني انك ما خدتيش بالك من تصرفاته وتحركاته
إن مخبي عنك حاجة وحاجة كبيرة كمان؟ أنت عاوز مني إيه دلوقتي؟ أنا من زمان وأنا نفسي أوقعه هو والعصابة وبراقبه من زمان، لكن مش عارف أمسك عليه حاجة، وأنت اللي لازم تساعديني علشان نخلص منهم، ومنها تاخدي طار أخوكي والبلد تنضف شوية منهم. فكري في كلامي بس خدي بالك، بدر لو أخد باله إنك ممكن تغدري بيه هيقتلك، لأنه ملهوش عزيز ولا غالي. دليدة بصت له وهي مش مصدقة، وكانت حاسة إنها بتحلم وإنها اتخدعت فيه للدرجة دي، وبدأت تفتكر فعلا أول مرة اتعرفت عليه كان متصاب ورفض يروح المستشفى، غير صحوبيته مع حامد اللي متأكدة إنه بيتاجر في الممنوعات، وهنا اتأكدت بالفعل. دليدة خرجت بعد وقت وبدر قرب منها مسكها من إيديها وقال بقلق: إيه يا حبيبتي في إيه؟ أنا كنت خلاص بدور على حد علشان يدخل يطمن عليكي، أنت كويسة؟ دليدة رفعت عيونها بصت ناحيته لأول مرة تبصله بنظرات غريبة وقالت: مفيش حد ضايقني ولا حاجة، وما تأخرتش كمان. أنت بتهيألك بدر، هو أنت ليه لحد دلوقتي ما حكيتليش أي حاجة عنك وعن شغلك مثلا؟ ها؟ ما انا قلتلك يا حبيبتي الوقت المناسب هقولك كل حاجه، لكن مش وقته دلوقتي، احنا عندنا فرح وكاتب كتابنا، ولا نسيتي؟ دليدة غمضت عينيها وهي بتمسك دموعها بالعافيه وقالت: لا ما نسيتش، ممكن بقى نروح علشان ابتديت احس ان انا تعبانه وصدعت. عدت فتره وبدر كان بيجهز فرح اسطوري ليها، مفيش حاجه كانت بتتمناها وما تكونش عندها، ورغم انه كان موفر ليها كل حاجه لكن برضه ما كانتش قادره تنسى الحقيقه اللي عرفتها عنه، حتى ان قلبها كان بيضعف اوقات تجاهه، وانها ترجع في كلامها بعد ما اتفقت مع الضابط ضده، لكن أول ما كانت بتفتكر أخوها كانت بترجع في كلامها تاني وبتشوف إن ده الصح. وفي يوم الفرح كان برضه نفس يوم القبض على بدر، لأنها عرفت مكان البضاعة وبلغت الضابط رائد، والمأذون في الوقت ده كان بيكتب الكتاب، وهي كانت كل شوية تبص بقلق ناحية باب الفيلا ومستنية الضابط يهجم لحد ما كاتب الكتاب خلص وبقت مراته رسمي. بدر قرب في اللحظة دي منها بكل سعادة وفرح، لكن قبل ما يفكر يحضنها كان الضابط دخل هو والرجالة وقال بحدة: اقف مكانك يا بدر، خلاص المرة دي وقعت، يلا روحوا فتشوا المكان باللي فيه. هو انت مفيش فايدة فيك يا حضرة الضابط؟ تمام، اتفضل فتش براحتك، المكان عندك. شريف اتوتر وكان مستغرب برود بدر لأن البضاعة كانت فعلا موجودة، لكن بعد فترة لما العساكر طلعوا وقالوا مفيش حاجة ابتدى يفهم إن بدر أمن نفسه كالعادة، والضابط مشي وهو متعصب. بعد ما بص ناحية دليدة بنظرة غريبة بدر أخد باله منها. دليدة اتوترت وقالت: هو الضابط ده كان جاي ليه يا بدر؟ هتعملي فيها عبيطة ومش فاهمة اللي فيها؟ بس أنا فاهمك يا دليدة وعارف إنك خنتيني، والسبب إن الضابط يجي هنا يقبض عليا. دليدة سكتت وهي مصدومة، لكن قبل ما ترد كان فجأة رصاصة ضربت على بدر من المعازيم ووقع في الأرض. دليدة جريت عليه وهي بتصرخ بخوف: بدر! بدر ابتسم بتعب وقال: لسه بتخافي عليا رغم كل اللي حصل؟ دليدة أنا كنت قررت أتوب علشانك، والله عشان كده رجعت البضاعة تاني، وكنت هبدأ معاكي صفحة جديدة، لكن شكلها نهايتي خلاص. لا انت اللي سامحني يا بدر، وعلشان خاطري ما تسيبنيش، لا يا بدر. بعد ما عدى سنين قدام مقبرة، دليلة قربت تحط الورد وهي لابسة اسود وقالت بحزن: ربنا يرحمك يا حبيبي ويسامحك. بدر قرب منها وهو ماسك في ايده طفلة صغيرة وقال بحب: تعيشي وتفتكري يا حبيبتي، يلا بينا علشان نمشي، ما تتعبيش نفسك اكتر من كده من الزعل عليه، علشان اللي في بطنك اخوكي دلوقتي في مكان احسن، ووجودك جنبي يا بدر هو اللي خلاني ابقى قوية. هو انت سامحتني يا بدر على اللي عملته زمان؟ بدر ابتسم وقرب حضنها: يعني عدت السنين دي كلها ولسه بتسألي حتى بعد ما خلفت منك بنوتة زي القمر، وكمان حامل دلوقتي في ابن التاني؟ انا مقدر اللي انت فيه، واي حد كان هيعمل نفس اللي عملتيه، علشان انا برضو كنت غلطان، لكن والله العظيم انا كنت ناوي اقفل الصفحة دي من غير ما تعرفي. انا كمان سامحتك يا بدر، لانها كانت غلطة اخويا برضو، وانا شفتك بعيني قد ايه حاربت علشاني، عملت كده علشان بحبك بجد، وانا كمان بحبك اكتر يا بدر، بحبك قوي. الحياة لفت لفتها وجمعت بين اتنين ما كانش حد يتخيل انهم يتقابلوا، البريئة وابن الوكر، بس القدر كان ليه ترتيب تاني خالص، ترتيب خلى الرصاصة اللي صابت بدر في يوم تكون هي السبب في انه يصحى ويشوف الدنيا صح. النهاردة دليدة مش بس مراته، دي النفس اللي بيتنفسه وروحه اللي عايش بيها وسره اللي مخبيه عن العالم كله. وهم ماشيين وسايبين الماضي وراهم كانت الشمس بتغيب علشان تعلن نهاية يوم متعب وبداية حياة ما فيهاش مخدرات ولا سلاح، فيها بس ضحكة طفل وحضن دافي وعهد انهم يفضلوا سوا لآخر العمر. الحب غلب الحرب والنقاء غلب الوكر، وعاشت دليدة في قلب التاجر اللي بقى حميها وسندها. هتوحشوني جدا جدا من هنا للحلقة الجاية، مع السلامة.